Mosaïque FM بودكاست. سايسخو. إذا أعزائي المستمعين أينما كنتم أهلا وسهلا بكم. هذا عصام الشوالي يحييكم أينما كنتم أحباء ومتابعي الخليقة الرياضية عشاق المستديرة. أهلا وسهلا بكم في هذا الدربي، دربي العاصمة اللي يجمع بين النهضة الشعبية وفريق المعارضة التونسية. إذا أعزائي المستمعين نبدأ بتشكيلة الفريقين. الفريق المحلي وهو النهضة الشعبية بقيادة المدرب المخضرم راشد الغنوشي واللي سبق له درب في انجلترا ويلعب اليوم بخطة 4-4-2. الفريق الضيف هو المعارضة الشعبية بقيادة الواجي فان سيبسي المعروف بصبغته الهجومية الشرسة المعروفة بخطة النمر. تعرفوا حكاية نمر؟ إذا أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعي قناة الخليقة، وذكر اللي معايا كذلك اليوم زميلي رؤوف كليف. شنو رأيك في المقابلة هذه؟ وكما قال زميلي عصام، المقابلة ستكون مقابلة تاريخية بين الكتيبة الغنوشية والكتيبة السبسية. إذا كما قال زميلي رؤوف المقابلة ستكون تاريخية. إذا نذكروا للمقابلة هذه تندرج ضمن الجولة 23 للبطولة التونسية. إذا نمشي ونعطيو تشكيلة الفريقين. الفريق المحلي فيه كل من سمير ديلوفيتش في حراسة المرمى، التالي نلقاو علي العريض المعروف بضغطه في الكرات الخلفيه على عكس زميله ليونيل ابو عياض المعروف بمراوغاته الاماميه. وشكون ينجم ينسى يا حبيبي مراوغاته في مقابله الكتيبه الامريكيه. نكملوا اذا تشكيله الفريق المحلي رقم 10 وصانع العاب نلقاو محنك الفريق زين الدين زيتون اللي سبق ولعب وتحصل على اقصاء ضد الاعلام في الجوله 20 من البطوله. في الهجوم نلقاو راس الحربه ضد عايشه المهاجم الفذ المنتقل حديثا من النهضه المهاجم منصف المرزوقي. نذكر جانب رئيس جمعيه النهضة كالعادة هو السيد حماد الجبالي اللي نلقاه متواجد في المنصة السلفية على يمين المدارج المكشوفة، عفوا على يمين المدارج المغطاة أو ما تعرف به بالمدارج المتنقبة. تشكيلة المعارضة تفضل الآن زميلي رؤوف أعطينا شكون فيها. إذا كما قلت زميلي عصام نمشيو لتشكيلة المعارضة اللي اختار الباجي تكون على النحو التالي: تشكيلة 100% هجومية. في الدفاع القيدوم نزر العكرمي اللي معروف عليه انه يدافع بالمسدسات او بالفرود البوليسية، واللي جنبه لاعب السابق اللي ظلف سيتي قصاص الكرات الواحرزية اللاعب ابراهيم كاسانو. في الهجوم لقاو اثنين من ارسدي اندوفن وهما كل من فؤاد المبزع وزميله محمد الغنوشي. هذه هي التشكيله وشيء كبير يا عمري، شيء كبير في تشكيله المعارضه السبسيه. شكرا زميلي رؤوف. ونذكر اذا اعزائي المستمعين متابعي قناه الخليقه الرياضيه حبايب المستديره ان حكم المباراه هو احمد ابراهيم. ان شاء الله اذا اعزائي المستمعين يكون هذا الحكم محايد وما يغيرش مسار المقابله. تبدا المقابله. يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، شوف العريض يا حبيبي، من دون تلقاه، من قدام تلقاه، من تالي تلقاه، يمشي بالكره يعطيها لزين الدين زيتون. كل نهار نتاكد يا زيتون انك محنك اكثر من اللازم في كره القدم بطبيعه الحال. شوف يا حبيبي يعطي الكره لشكون؟ ليونيل ابو عياض نتبع فيه قاعد يلوج على الفتح ويلقى ثغره ممتازه، تسديده، كره ولا اخلى يا حبيبي ولا اخلى، لكنها تضرب المعارضه. يا حبيبي كما انت قويه يا كره ابو عياض. اش قولك خويا رؤوف؟ كما قلت عصام الكره مشيت وكانت كره صاروخيه وتعاود تخرج الكره. القصاص حما نجيب الشابي اش يعمل بالكره؟ يمشي لها على اليمين، اش يعمل؟ يرمي لشكون؟ الفؤاد المبزع. يا حبيبي ضربة نداء للكتيبة السبسية، بعد تسديدة من نجيب الشابي وفؤاد الموزع يجيب ضربة نداء. شيء كبير يا عمري، شيء كبير، ضربة جزاء خيالية. اذا خويا رؤوف نقاطعك من اخوانك المصدق، الان تاكدت بالرسمي من انه المدرب السبسي كبير كما انت كبير يا سبسي في العمر يا سبسي. ضربة جزاء، هل تغير ضربة الجزاء هذه النتيجة وتساهم في صعود الكتيبة السبسية؟ لا قاعد نشوف في غريبة قاعدة تصير في الملعب، فما غريبة في الملعب. نشوف الجماهير تهبط من المنصة السلفية إلى الميدان، والحكم التونسي المخضرم أحمد إبراهيم يوقف المقابلة. إذا أعزائي المستمعين وأمضى إشهارية ثم نعود المقابلة نشوفوا وين بتوصل. ونذكر إن احنا ما زلنا في الجولة 23. إلى اللقاء أعزائي. Mosaïque FM بودكاست.